من داخل نجع السلام التابع لمدينة برج العرب. طريق طبعا غير ممهد، طريق من نجع السلام لمدينة المهندسين تقريبا 500 متر، مفيش إضاءة ولا إنارة. طبعا الناس بتيجي متأخر بالليل، طريق غير ممهد وضلمة. طبعا تعالوا بينا نشوف أهل المدينة. معانا أحد الأهالي من سكان النجع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عرفي نفسك. وجيه عبد العزيز محمد عبد الرازق، قرية السلام. حضرتك ايه شكوتكم في القرية؟ احنا طالبين اول شيء شبكة صرف، لان احنا يعني نعتبره في مكان شبه معدوم، مفيش حد سائل فينا. تاني شيء عاوزين الرصف، عاوزين مخبز، لان طبعا مبدئيا كده احنا نعتبره في مكان ما فيش حد سائل عننا من المسؤولين، ولا حد مدور على صرف صحي ولا سائل عن رصف. واحنا نعتبر ارتباطنا بالمدينه ارتباط كامل بشغل المصانع ومدارس واطفال بتطلع وستات بتطلع، فمفروض ان الناس المسؤوله تهتم بالاماكن اللي هي تعتبر شبه نائيه دي. ويعني احنا بنكرره مره ثانيه وثالثه للصرف الصحي، لان الامطار والمكان يعتبر الناس عايشه على صرف ابيار وما فيش صرف صحي. حضرتك ما حدش جه عاين هنا ولا شاف المكان؟ ما فيش حد جه عاين، وان كان في حد يجي عاين ما فيش ما فيش جدوى، يعني الناس بتيجي اللي بيجي ما بيسالش. فالطريق اللي هو رابطنا بالمدينه ارتباط كامل يعتبر معدوم، الناس لا عليه لا رصف ولا كهرباء. فمفروض ان الناس تهتم بينا شويه، عشان ده طريق بتمشي عليه اطفال وبتمشي عليه ستات بارتباط بالمدينه، فلازم الناس تهتم بالطريق. شكرا. يعني مشاكل النجع؟ والله يا فندم النجع كل حاجه ناقصاه، لا في صرف صحي ولا في اسفلت ولا في ميه شرب كويسه ولا في مدرسه ولا في وحده صحيه، مفيش اي حاجه موجوده ولا فرن للعيش. حضرتك بتناشد مين المسؤولين؟ كل الناس، اي حد يسمع صوتنا ويستجيب لنا. شكرا. ومعانا احد العاملين بالمجتمع المدني والخدمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ممكن تكلميني عن مشاكل البرج او مشاكل نجع السلام؟ احنا هنا كجمعيه مستقبل ومسؤول عن ائتلاف سيدات اسكندريه حي غرب، دايما بنتواجد في الازمات. احنا كنا موجودين هنا ساعه اخر ازمه ليهم، ساعه الميه، علشان نوصل لهم صعب جدا. الخدمات هنا ما فيش تكاد تكون يعني منتهيه، شبه منتهيه، ما فيش صرف صحي، ما فيش كهرباء. الكهرباء زي ما حضرتك شايفه فين وفين لما تلاقي عمود، وطبعا ده غلط خالص، لان الناس واخدين من العمدان وموصلين داخل البيوت. الناس هنا حالتهم متدينيه جدا جدا بالنسبه للمعيشه، عشان يطلعوا يجيبوا عيش لازم يروحوا لحد المدينه. ما فيش هنا فران، ما فيش وحده، حتى لو وحده صحيه تخدم دول. الاولاد في المدارس بيمشوا على الاقل من 3 ل 5 كيلو ساعات سيرا على الاقدام قبل ما يمهدوا الطريق ده. الطريق ده اتمهد قريب من الجهود الذاتيه لبعض الناس اللي ساكنين هنا في المنطقه، جزاهم الله كل خير. حضرتك هنا في اولاد متعلمين بيروحوا جامعات، بيروحوا مدارس، سيدات معيلات بيروحوا المصانع، بيرجعوا هنا طبعا بالليل ما بيلاقوش مواصله تدخلهم، حياتهم في خطر لان بين جبال زي ما حضرتك شايفه كده. كلمنا المسؤولين، رئيس جهاز مدينه برج العرب بيقول انا ماليش دعوه لا بنجوع ولا بقرى، دول مش تابعين ليا. كلمنا سياده اللواء هاني. هم تابعين لمين؟ قالوا ان هم تابعين لسياده اللواء احمد متولي، رئيس جهاز تبع جهاز ومركز مدينه برج العرب القديم. كلمناهم قالوا ان الوقت دلوقتي حرج جدا، لان دي المفروض انها كانت تابعه للحزام الاخضر تقريبا وكلام من ده. طب ازاي تابعه للحزام الاخضر؟ في ناس كتير مطلعين هنا. انا دخلت بيوت لقيت في عدادات كهربائيه طالعه بتراخيص، طبعا بيوت طالعه بتراخيص. مين اللي ادالهم ده؟ لو دول مش مسؤوليتكم يبقى مسؤوليه مين؟ ازاي طلع لهم كهرباء؟ ازاي طلع لهم ميه؟ فالمفروض ان دي ناس، وبعدين يعني دي بشر مسؤوله من المعيل. معيل البشر هنا مين العائل بتاعها؟ هو رئيس جهاز، سواء برج عرب قديم سواء برج عرب جديد. المفروض يهتموا بالناس دي.
هما مش بينزلوا يشوفوا يتفقدوا يعني احوال الناس ويشوفوا الناس عايشه ازاي، والبهدله اللي انا شايفاها في النجع، لا طريق ممهد ولا اناره وزباله وتراب، يعني حاجه صعبه جدا. ما انا بقول لك ده كانهم بيعاقبوا الناس، كانهم بيعاقبوا الناس دي وبيقولوا لهم انتوا بنيتوا من غير تصاريح. ازاي يبانوا من غير تصاريح حضرتك وانت شايفه العمار ده كله؟ ده اكتر من 65,000 نسمه هنا موجودين ناس. ده نجع من النجوع. ده هنا كمان نجع السلام غرب، في نجع السلام شرق، في حضرتك ان بس نجع في معلومه منوره. عايزك، احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع الاراضي بوضع اليد والبناء عليها، فهو قالوا ان في اواضي ما بين الجهاز وما بين المواطنين، وهيتم تقنين الاراضي والمباني دي يعني ما بين هم اصلا بيقولوا مش عايزين يطردوهم من مكانهم لغايه ما يشوفوا لهم حل. ده اللي انا اعرفه من طيب معلش بعد اذن حضرتك، الكلام ده اوكي كويس، لكن هل الناس دي على بال ما بقى الاجراءات الروتينيه دي؟ حضرتك دلوقتي بتقولي ان احنا انتوا كلمتوا مع رئيس الجهاز وقال ان هيبقى يعني جاري التعامل مع الاراضي الوضع اليد. طيب على بال ما جاري التعامل والاشياء الروتينيه دي، حضرتك الناس دي 65,000 نسمه او اكتر يموتوا؟ لازم الخدمات دي تتوفر لهم. احنا بنتكلم عن التعليم ومشكله الاميه وي احنا اللي بنعمل الاميه، احنا اللي بنعمل اللي بتقولوا المصانع والشركات. ما دي سيدات معيلات وفي رجاله وفي شباب هنا بيطلعوا للمصانع. اللي بيعوقهم ايه؟ لو مطره زي السيل اللي جه الجارف ده، ما بيعوقهم عن الوصول للمدينه، بيعوقهم عن الوصول للمصانع. هيروحوا ويجوا ازاي؟ يبقى احنا نساعد الناس دي، نساعدها وبعد كده نمشي في الاجراءات. يعني المطلوب بقى، المطلوب ايه؟ طريق يتمهد. الطريق اهم حاجه طريق ممهد. لو حد هنا، العرب هنا كرمه جدا كويسين جدا، ممكن حد من العرب يتبرع بقطعه ارض وهم يدوهم التصاريح لانهم يعملوا مدرسه، حتى لو مدرسه فصل واحد. هنا بالنسبه للمواصلات، لو دخلوا اي مواصلات حضرتك، عشان الناس هنا على قدهم بيطلعوا يشتغلوا في المصانع. المصنع بيدي كام للسيده المعينه؟ بيديها 750 800 جنيه. يعملوا ايه وهي مأجره بيت؟ يعني الناس البني ادم، معلش انا اسفه للناس، خلاص يعني الحيوانات ما تسكنش فيه. حضرتك خشي وصوري البيوت شكلها ايه وبقت عامله ازاي من المطر. خشب كله بقى، كل حاجتهم ردمت. خلاص الايجار هنا ب 300 جنيه البيت، عشان المدينه غاليه عليهم. الناس جايين هنا ونزحوا لهنا واشتغلوا وقعدوا عشان تروح المدينه تجيب عيش. حضرتك تجيب بربع جنيه عيش لاولادها، الرغيف بربع جنيه دلوقتي. حضرتك وجهي كلمه اخيره. انا كل اللي اتمناه ان احنا ننزل ونشوف الناس دي، نحس بيها، نتعاون معاها، نعملها كبشر. دول مسؤولين منكم يوم الدين يا اصحاب القرار. الناس دي مسؤوله منكم يوم الدين. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. اتقوا ربنا في الناس دي عشان ربنا يرحمنا. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. شكرا. مش هقول غيرها. بنصير مشاكل قرى ونجوع، مش عشان نعمل بلبله او علشان نخلي الناس يعني تبقى حاسه ان هي مقهوره من المسؤولين ابدا. احنا بنصير المشكله علشان الناس تعرف الناس دي عايشه ازاي. لو حد مش اخد باله يجي ويشوف المسؤول الناس دي محتاجه ايه ويوفر لها احتياجاتها. شكرا لكم. كان معكم شويكار.